خليها تبدأ يومها انها تسمع الكلمة دي منك انت. كل يوم بنسمع كلمة الأب عمود البيت. طب يا ترى العمود ده واقف لوحده ولا لازم يكون حاضر بقلبه وبعقله وبوقته، مش بس شغله؟ خليني أكلمك من القلب للقلب. لو انت أب أو ناوي تبقى أب، الكلام ده ليك. أول حاجة لازم تعرفها إن وجودك جنب مراتك وولادك أهم مليون مرة من شغلك 24 ساعة علشان تصرف. أيوة الشغل مهم ومهم جدا كمان، والمصاريف ما بتخلص وبتزيد. البيت محتاج دفى، محتاج ودن تسمع، محتاج حضن بحنية. مراتك مشكلتها انك تبقى قاعد مش بتساعد، ومشكلتها انك مش حاسس بيها. ولادك هيكبروا وبيكبروا بسرعة جدا، فجأة هتلاقيهم كبروا انت مش عارف هما كبروا امتى وفين وازاي، وبيعدي الوقت وذكرياتهم بتتكون دلوقتي وانت مش موجود. لو انت مش معاهم مش هيفتكروا في ذكرياتهم غير بابا مشغول. نصايح بسيطة بس هتفرق معاك كتير. اقفل موبايلك ساعة واحدة بس في اليوم وخليها خاصة بالعيلة بس. اسأل مراتك عاملة ايه النهاردة واسمعها. اسمعها وانت مركز في كل كلمة هي بتقولها، حتى لو مش هتعرف تحل اللي هي بتقول. العب مع ابنك او بنتك 10 أو ربع ساعة في اليوم، هتسيب لهم ذكرى حلوة. اسأل ولادك عن تفاصيلهم من غير ما تقاطع، اسمعهم لحد ما يخلصوا كلام. ما تسيبش يوم يعدي عليك غير لما تقول لابنك انا فخور بيك، تقول لبنتك انا بحبك. خليها تبدأ يومها انها تسمع الكلمة دي منك انت. واخيرا خلي بالك من مشاعر مراتك، احتويها، خليك دايما معاها قبل اي حد. الاب مش بس راجل بيصرف، الاب هو اللي بيحب ويشارك ويحتوي كمان. كل لحظة بتقضيها مع ولادك بتبني بينهم امان وحب يفضل دايما في الذاكرة بتاعتهم. وكل لحظة بتكون فيها مع مراتك بتحسسها بالأمان أكتر، وتحسسها إن هي مع شريك حياة حقيقي. النجاح الحقيقي مش بس في الشغل، النجاح الحقيقي إنك تبقى موجود في حياة اللي بيحبوك.